في عصر العولمة الفائقة والانكشاف الكامل، في الوقت اللي بقت فيه الأقمار الصناعية وخرائط الموبايل وأنظمة الGPS بتخلينا نحس إنه مفيش شبر على الكوكب بعيد عن عين العالم، لسه في بقع قليلة جدا رافضة تماما تدخل المنظومة دي. من بينها مكان يمكن يكون الأشهر والأكثر غموضا، جزيرة نورث سنتينل الموجودة في خليج البنغال ضمن جزر أندمان في المحيط الهندي. الجزيرة دي لو شفتها من فوق هتبلك مجرد غابة كثيفة هادية ومحاطة بمية صافية وسواحل ساحرة، بس الهدوء ده وراه قرار صارم جدا بيقول بوضوح العالم الخارجي ممنوع يدخل، وأي خطوة تقرب من الشاطئ تمنها الموت. هنا قوة التكنولوجيا الحديثة بتقف عاجزة تماما عند خط المية، لتعلن نورث سنتينل للحضارة الحديثة إنه مش كل مكان في العالم متاح للبيع وللفرجة، ومش كل عزلة ينفع نقتحمها. بس الحدود الصارمة دي اتعدت في نوفمبر 2018 لما شاب أمريكي اسمه جون آلين تشاو قرر يروح الجزيرة. جون ما كانش سائح تايه، ده كان شخص مسيطرة عليه فكرة Savior Complex، عقدة المنقذ، الإحساس الغريب اللي بيخلي الإنسان الحديث يفتكر إن نيته الطيبة لوحدها بتديه الحق يقتحم حياة ناس تانية ويفرض عليهم نمطه. رتب رحلته في السر ودفع فلوس لصيادين محليين عشان يقربوه من الشاطئ تحت غطا الليل، وكمل طريقه لوحده بمركب تجديف صغير، وهو عارف إنه القوانين الهندية بتمنع الاقتراب، وعارف إنه السنتينيليز بيرفضوا الغرباء من زمن طويل. كان متخيل إنه سلامة نيته هتكون درع بيحميه، بس الواقع كان حاجة تانية خالص. النية الطيبة من الطرف اللي بيقترب مش معناها أمان للطرف اللي خايف من الاقتراب. بالنسبة لمجتمع عايش في رعب تاريخي، الشخص اللي جاي من ورا الأفق مش ضيف، ده خطر وجودي لازم إبادته. الرد بقى جه سريع وحاسم وبدون تفاهم، وانتهت مغامرته بمقتله بالسهام على الشاطئ، ويعتقد أن جثته اتدفنت هناك ولم تسترد لحد النهاردة، لأنه أي محاولة تانية لاستعادتها ممكن تعرض سكان الجزيرة لخطر صحي كارثي أو تؤدي لمعركة دموية جديدة. الحادثة دي بتوقفنا قدام سؤال أخلاقي تقيل. لما مجتمع كامل يعلن للعالم إنه مش عايز يتواصل مع حد، هل من حقنا نقتحم عالمهم باسم المعرفة أو الدين أو التطوير؟ ولا الواجب الإنساني الأول هو احترام حقهم في الرفض؟ الإنسان الحديث اتعود يوصف الشعوب دي بأنها بدائية أو عايشة في العصر الحجري، بس السؤال الحقيقي، ليه وجود بشر رافضين يعيشوا في نموذجنا الاستهلاكي بيخلينا متوترين ومصرين نخليهم يعيشوا زينا؟ على فكرة شعب السنتينيليز بينتموا لسلالات قديمة جدا من سكان جزر أندمان، والعلماء بيربطوا أصولهم بأقدم هجرات بشرية خرجت من أفريقيا من حوالي 60,000 سنة. يعني إحنا هنا بنتأمل أثر حي من تاريخ إنساني لسه على طبيعته الأولى خالص. هم لسه عايشين على الصيد والاعتماد الكامل على البحر والغابة، والمعلومات المتاحة عنهم شبه منعدمة، كلها جاية من مراقبة بالمنظار من بعيد أو صور التقطتها طائرات البحث. إحنا ما نعرفش لغتهم ولا طبيعة مجتمعهم ولا حتى الاسم اللي هم بيطلقوه على نفسهم، ومع ذلك الإعلام والسينما الغربية دايماً بيقدموهم في صورة وحوش دموية وآكلي لحوم بشر. الصورة دي مريحة جداً لعقلية التفوق الحديثة، لأنها بتحولهم من بشر بيدافعوا على أرضهم لكائنات متوحشة محتاجة ترويض. والحقيقة إنه حدودهم اللي بالنسبة لينا مجرد خط على الخريطة، بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت. والرسالة دي ظهرت بأوضح شكل في ديسمبر 2004 بعد كارثة التسونامي الشهيرة اللي ضربت المحيط الهندي. وقتها السلطات الهندية بعتت طيارة هليكوبتر عشان تطمن لو كان في ناجين وتقدم مساعدات. وهنا الكاميرات سجلت مشهد للتاريخ. من بين شجر الغابة الكثيف ظهر راجل من السنتينيليز، وقف بكل شموخ، رفع قوسه ووجه سهمه الخشبي مباشرة ناحية الهليكوبتر الحديدية العملاقة. السهم ما كانش هيوقع الطيارة طبعاً، بس كان بمثابة رسالة إنذار حاسمة: إحنا عايشين ومش محتاجين مساعدتكم، سيبونا في سلام. في اللحظة دي السهم كان إعلان استقلال وإثبات إنه وجودهم مش محتاج صك اعتراف مننا، والإصرار على البعد ده هو السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة لحد النهاردة،
لأنه أي مجتمع بيعيش في عزلة تامة لفترات طويلة مناعته ما بتكونش مستعدة لفيروسات إحنا تعودنا عليها، أمراض عادية جدا بالنسبة لنا وعندنا ليها لقاحات وعلاجات زي الإنفلونزا أو الحصبة، عندهم ممكن تتحول لكارثة تمسح مجتمعهم بالكامل في أيام. على فكرة، موقفهم الصارم ده مش جاي من فراغ، ده نتاج collective trauma، صدمة جماعية متوارثة حفرت في ذاكرتهم من زمان. في يناير 1880 قاد مسؤول بريطاني اسمه موريس فيدال بورتمان واحدة من أوائل محاولات الاتصال بالجزيرة. الحملة المسلحة اقتحمت المكان، وبورتمان عمل تصرف في غاية الغباء والخسة، خطف راجل وست مسنين من القبيلة ومعاهم 4 أطفال، نقلهم لمدينة بورت بلير، وخلال أيام الراجل والست مرضوا وماتوا لأنه مناعتهم انصدمت بأمراض المدينة. البريطانيين خافوا وخدوا الأطفال ال4 رجعوهم للجزيرة وسابوا معاهم شوية هدايا تافهة كتعويض يعني. في السجلات التاريخية الغربية الحدث ده اتكتب تحت عنوان حملة استكشافية، بس في ذاكرة السنتينيليز اللي حصل كان اختطاف وموت غامض جاي من البحر، والأطفال اللي رجعوا غالباً دخلوا معاهم الفيروسات وفتحوا باب مجزرة صامتة جوه الجزيرة. ومن اللحظة دي السهم السنتينيلي ما بقاش مجرد أداة صيد، السهم بقى وصية الأجداد المكتوبة بالدم. وعلى مدار عقود بعد حادثة الخطف دي حاولت الحكومة الهندية تكسر الحاجز بمحاولات اتصال سلمية، كانوا من بعيد لبعيد يرمولهم هدايا وجوز هند لأنه ما بيطلعش في جزيرتهم وهم بيحبوه قوي، لحد ما حصلت المفاجأة في يناير سنة 1991، وده كان اللقاء السلمي الوحيد في تاريخ الجزيرة. علماء هنود نزلوا المية والقبيلة استقبلتهم من غير سلاح، بس الهدنة دي ما استمرتش كتير. السنتينيليز كانوا حابين الهدايا بس مش حابين وجود ناس غريبة، وأول ما حسوا إن الناس الغريبة بدأوا يطمعوا في خطوة زيادة على أرضهم، غريزة الحذر صحيت فيهم من تاني ورجعوا يرفعوا السهام بصرامة، كأنهم أخدوا قرار جماعي وواعي: أخدنا الهدية بس الخط ده ممنوع حد يتعداه. بعد سنين طويلة من الفشل، الحكومة الهندية أخيراً فهمت الدرس وحظرت الاقتراب من الجزيرة لمسافة 5 كيلومترات، وبقت السياسة الرسمية المراقبة عن بعد وعدم التدخل، لأنه أحياناً أعظم خدمة ممكن تقدمها الإنسان هي إنك تسيبه في حاله. قيمة العزلة الشرسة دي بتبان لما بنقارن نورث سنتينيل بجيرانهم على بعد مسافة قصيرة في جزر أندمان، شعب الجراوة، أو زي ما بيسموا على نفسهم الأنج. الأنج ما كانوش عايشين في جزيرة صغيرة مقفولة وسط البحر زي سنتينيليز، دول كانوا في الغابات الداخلية للجزر الكبيرة الرئيسية، وعاشوا هناك لآلاف السنين كمان كصيادين وجامعي ثمار. الغابة بالنسبة لهم كانت الهوية والأمان، بس العالم الحديث بيشوف الغابة مجرد شجر يتقطع وأرض تصلح للاستثمار. سنة 1973 اتعمل مشروع اسمه أندمان ترانك رود، طريق أندمان الرئيسي. الطريق ده شق قلب غابتهم المحمية وفتح الباب لاختلاط يومي ومستمر مع الغرباء. وهنا بدأت المأساة. الإنسان اللي كان ملك في أرضه تحول فجأة لمادة للفرجة والتسلية تحت عدسات كاميرات السياح في واحدة من أحط الممارسات، هيومن سفاري، السفاري البشري. عربيات وأوتوبيسات تدخل المحمية، السياح يفتحوا الشبابيك يرمولهم أكل وموز على الأرض ويتعاملوا معاهم ككائنات في حديقة حيوان، وتسريب فيديوهات صادمة بتوضح إجبار نساء من الجراوة على الرقص مقابل الأكل. الفضول هنا تحول لصناعة، والفرجة بقت إهانة، والضرر موقفش عند الكرامة. الاختلاط فتح أبواب جحيم الأوبئة. في سنة 1999 وسنة 2006 الحصبة ضربت شعب الجراوة بعنف، ومع المرض دخلت عليهم كوارث تانية كتير. النهاردة ما تبقاش من الشعب ده غير حوالي 500 شخص بس، وللأسف الاستغلال ملوش نهاية ولسه بيحصل تحت الترابيزة. رغم القوانين الصارمة لسه في سياح جشعين بيدفعوا رشاوي وسواقين بيتحايلوا عشان يعدوا من الطريق البري ده ويتفرجوا عليهم ويصوروهم من وراء إزاز العربيات. هنا بنفهم إنه البحر كان درع للسنتينيليز وسهامهم حمتهم من مصير جيرانهم. الفرق بين الشعبين مش فرق بين قبيلة عنيفة وقبيلة مسالمة،
هو حقيقة الفرق بين مجتمع قدر يحمي حدوده ومجتمع تاني انفتحت أرضه بالقوة باسم التقدم الزائف. شعب السنتينيليز ما عندوش منصات إعلامية ولا حسابات على السوشيال ميديا تدافع عنه، بس عندهم سهم خشبي بيقولوا بيه للعالم لا تقتربوا. البيت ما بيتفتحش بالعافية لمجرد إنه الغريب عايز يدخل يتفرج. في الحلقة الجاية هنسيب البحر ونمشي لعمق اليابسة عشان نكمل ونشوف الموضوع ده مع قبائل تانية خالص وإيه اللي حصل لهم. على فكرة الموضوع ده كان اقتراح من أحد متابعيني الأوفياء محمد نشأت. شكرا يا محمد على الفكرة الجميلة دي، ومستنية اقتراحاتكم في الكومنتات. أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.